السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. انا عايزة اقول لكم ان الفيديو دوت روتين. طبعا كنت عاملاه قبل ما ندخل في اجواء الشتاء كده. كان فيديو تكملة للفيديو اللي انا كنت منزلاه قبل كده، تنظيف المطبخ من جوه، فده تكملة له. ده تنظيف المطبخ من بره. لمعت الخشب وغسلته كده وظبطت الحاجة كلها من بره. طبعا اول حاجه بدات بيها انا نزلت الشفاط، وطبعا الشباك كان كله مليان تراب والسلك. فطبعا بفوطه مبلوله بقى ومسحت السلك وظبطت الشباك، بس انا طبعا ما عرفتش اصور معاكم الشباك. بعد كده عايزه اقول لكم المساحه دي جميله جدا للحيطان، بتسهلها عليكي جدا وبتنجز معاكي بسرعه. حلوه جدا يعني، اتمنى يعني يا ريت تجيبوها، يعني لو ما حدش عنده المساحه دي حلوه جدا في الحيطان وبتنضفها بسرعه يعني. وبتنجز معاكي في الوقت. بعد كده بقى جبت اللي هو ماكسل دوت 6 في 1. عايزه اقولك ان هو حلو جدا للخشب مش للخشب، لا بيلمع الحاجه وبيخليها نظيفه، لان هو بيزيل الدهون، برضو بيلمع الاسطح، يعني الحنفيات برضو والحوض. فحلو جدا بصراحه. بفوطة كده ورشيت على المطبخ ومسحته. فطبعا اقل حاجة انت بتعمليها في المطبخ، لو فوطة مبلولة ومسكتي بيها المطبخ كله، يعني لمعتيه كده. فبتحسي بصراحة بنظافة، وبتحسي ان بيفرق معاكي الحاجة البسيطة اللي بتعمليها. بعد ما خلصت المطبخ كله بقى، طبعا انا مش صورت معاكم عشان المطبخ ما الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، يعني عايزاه يبقى فيديو سريع كده وسهل. فطبعا انا رشيت على الشفاط دوت بتاع الدهون، بس هو اللي هو بتاع الاستانلس، يعني مش حاطه اللي هو القوي لان هو ما كانش عليه دهون قد كده. فطبعا قمت غسلاه كويس وسبته لحد ما ينشف. وطبعا بقى برضو الفرن دوت بالمكسل برضو حطيته وبفوطة برضو ومسحت كده كل حاجة فيه. طبعا انت بتمسحي الحاجات ديت، يعني المفروض ايدك في الحاجة، يعني كل يوم وانت بتعملي المطبخ لو حاجة توسخت منك بتمسحيها على طول وانت بتغسلي المواعين وبتظبطي امورك في المطبخ. فكده كنت خلصت كل الحاجة اللي في المطبخ. وطبعا انا ما طولتش عليكم في الفيديو، يعني عشان يبقى فيديو خفيف كده. طبعا برضو كنت عملت السجاد، فقلت لا هصوره معاكم برضو. عايزه اقولك يعني انت السجاد انت لما تيجي تغسليه، لو هو صغير يعني احسن لك ان انت تغسليه في البيت بدل ما توديه بره. انا غسلته عندي في البيت لان هو كله صغير، يعني مفيش سجاد عندي كبير قد كده. فطبعا انا بحط للسجاد اريال، وبحط معاه اللي هو كرور الوان. طبعا بيزهزه السجاد بصراحه، بيخليه حلو. انتي بتحطي المسحوق وبعدين بتحطي الكرور وبعدين بتسيبيه شويه. بتغسليه بالفرشه وبعدين تسيبيه شويه لحد ما تعملي اي حاجه، اي شغلانه بسيطه كده، وبعد كده ترجعي تشطفيه. فده بيفرق في السجاد جدا، لو في اي حاجه يعني اي بقعه بتتشال بمجرد ان انت بتنقعي السجاد شويه. فلما انا خلصت كده السجاد، طبعا بشطفه كويس. طبعا لازم تتاكدي ان السجاد ما فيهوش اي مسحوق علشان ما الالوان بتاعته ما تبهتش. وبعد كده انا برفعه على البانيو علشان اكمل شطفه ويبقى ما فيش اي مسحوق له. وبعد كده طبعا خدت سجادة المطبخ كملتها غسيل. انا عايزه اقول لكم ان انا غسلت السجاد ده على مراحل، يعني مش مره واحده. الحاجات البسيطه ديت لان برضو كان في معاها حاجات تانية، بس انا ما صورتش كله، يعني انا صورت حاجات مختصره كده. بعد كده برضو انا عايزه اقول لكم ان الفرشه اللي هي بايد ديت حلوه جدا للسجاد، يعني ما بتتعبش. بدل ما انت تقعدي تغسلي السجاد بايدك، لا سهله جدا في الغسيل. وبتنظف بصراحه، يعني هقولك مش بتنظف، لا بتنظف اللي انت بتمسكي حته حته في السجاد وبتغسليها. فدي انصحكم ان انتوا تجيبوها يعني. بس كده خلاص، كنت خلصت السجاد اللي انا عملته كده، خلصت المطبخ اهوت من بره.
وطبعا انا عايزه اقول لكم ان المطبخ دوت يعني انا نقله من شقه لشقه، فمش مظبوط على على الشقه ديت يعني، لان في شويه تظبيطات وتعديلات يعني عايز يتظبط شويه. بس وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.